السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات سودانية في أمريكا. والليلة الفيديو حبيت أشارككم أفكار من أفكار السحور، وحبيت أعمل هنا الكستر مع الحليب أو اللبن. وعندي المكونات 3 كوب من الحليب و3 معالق من الكستر، وعندي معلقتين من السكر. الكستر اللي أنا هستخدمه فيه نسبة من السكر، فحضيف معلقة سكر للحليب والكستر عشان ما يبقى لي عشان ما تبقى حلو شديد او مسكر شديد. هنا حضيف عليه معلقة واحدة عفوا، لان اصلا الكستر اللي انا استخدمته نوعه فيه سكر يعني. هاخلط كل المكونات دي مع بعض، هي على الحليب هو بارد، وبعد ذاك هحطه على نار هادئة، وهنا بدأ يغلى او ينضج، وهكون مواصلة في التقليب عشان ما يكلكع معايا الكاستر. وهنا بعد ذاك القوام ماشي مرحلة النضج خلاص، يعني على الاستواء. وبعد ما يستوي هنا حاجة أغرف في البولات أو الكواري دي، هغرفهم وهخليه يبرد، وبعد ذاك هدخله التلاجة. الكاستر من الحاجات الخفيفة على المعدة، والهضم بتاعه بيكون أسرع، وبالذات للصيام فهو حاجة حلوة شديد. هغرف الكاستر ده عفوا، وهحطه يبرد، وبعد ذاك هدخله التلاجة. وإن شاء الله بالعافية والهنا عليكم يا رب العالمين. وما تنسوني من الشير واللايك والفولو عشان يوصلكم كل جديد، واترككم في أمان الله.